واقف قدام الرف بتاع واقية الشمس ومش عارف تختار. بشرتك هي اللي بتحدد النوع الصح. خليني اوضح لك ببساطه. اول حاجه لازم تعرف ان واقية الشمس عامه نوعين. النوع الاول فيزيكال، هو واقي شمس فيزيائي اللي هو بيحتوي على اكسيد الزنك او ثاني اكسيد التيتانيوم. بيفضل دايما للبشره الحساسه لانه بيقعد على سطح الجلد وبيعكس اشعه الشمس. غالبا بيكون لونه ابيض لكن امن جدا. النوع الثاني هو الكيميكال، واقي الشمس الكيميائي. بيمتص الاشعه فوق البنفسجيه ويكسرها. ميزاته بقى انه بيمتص بسهوله داخل الجلد، مناسب للبشره الدهنيه والعاديه، لكن احيانا ممكن يعمل تهيج للبشره الحساسه. طيب تختار ايه؟ والله على حسب نوع بشرتك. لو بشرتك دهنيه او معرضه لحب الشباب، اختار واقي شمس يكون مكتوب عليه مثلا اويل فري اللي هي الحاجات الخاليه من الزيوت، او يكون قوامه خفيف مكتوب عليه جل او فلويد او مائي زي الامثله اللي موجوده في الصور دي دلوقتي. لو بشرتك جافه، اختار واقي شمس يحتوي على مرطبات زي الحمض الهيالورونيك او الجسرين، واختار النوع يكون كريمي او لوشن برضو زي الامثله الموجوده دي برضو كمثال ليها. لو بشرتك حساسه، اختار النوع الفيزيائي اللي قلنا عليه في الاول اللي هو بدون عطور وكحول، وابتعد عن انواع الكيميائيه القويه زي الامثله اللي حاطينها دي. ولو ما تعرفش لازم ترجع للطبيب المعالج او الصيدلي وتعرف منه المناسب ليك. واخيرا الله يديم عليكم الصحه والعافيه، ولو استفدت من المعلومه ما تنساليش من لايك ومتابعه، والسلام عليكم.